تعالوا نعمل مع بعض فطاير هشة وسهلة ولذيذة جدا جدا. شايفين؟ قطنية جدا، سهلة جدا جدا، وهشة جدا جدا وبسيطة. شايفين ما شاء الله؟ طرية بزيادة. فطاير الفوتاشيا. شايفين ما شاء الله؟ اللهم بارك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين ما شاء الله؟ فطاير هشة وسهلة وقطنية وطرية بزيادة، تنفع للحشوات لكل حاجة. شايفين ما شاء الله؟ جميلة جدا ما شاء الله، حلوة جدا جدا. شايفين ما شاء الله؟ ريحتها تجنن. شايفين ما شاء الله؟ اللهم بارك. شايفين الفطاير بتاعتنا من جوه عاملة ازاي؟ شايفين ما شاء الله؟ ريحتها تجنن، طرية جدا جدا وهشة جدا وقطنية بزيادة. اللهم بارك. شايفين ما شاء الله؟ بسيطة جدا 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 وسهلة قوي قوي. جربيها ومش هتندمي. شايفين ما شاء الله؟ اللهم بارك. حاجة كده عظمة تشرفك قدام ضيوفك. هجيب بولة كده واحط فيها كوباية من المية الدافية ومعلقة من الخميرة ونص معلقة من السكر ومعلقة من الخل وربع كوباية من الزيت. هندوب المكونات دي كلها مع بعض كده لحد ما تبقى ناعمة معايا جدا، لازم نحس ان الخليط ناعم في ايديا. هنزل بقى هنا ب3 كوبايات ونص من الدقيق، نزلت بيهم مرة واحدة. وفضلت بقى اقلب العجينه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين كده، والم فيها كده زي ما انتوا شايفين علشان اعجنها. عايزه اعجن العجينه دي كويس قوي كده. العجينه دي يا جماعه بتكون طريه جدا، ما تقلقش منها، انا عايزاها ملزقه مش هيجرالها اي حاجه. فضلت بقى الم في العجينه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين طراوه العجينه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده بسم الله ما شاء الله عظمه. انا عايزاها طريه كده، متخافيش من التلزيق دي خالص، انا حابه العجينه تكون كده. هنا بقى العجينه بدات تلم معانا، وبرده قعدت ادي فيها كده شويه بوكسات كده علشان تلم معانا وتبقى كويسه، واضمن ان العجينه بتاعتنا مش مشققه معانا. ان هي لمت. انا بقى كنت بوريكم ان ايدي خلاص ما عادش فيها دقيق، ايه عجين، سوري معلش. غطيت بقى العجينه بتاعته وسبتها تستريح حوالي من ساعه لساعه ونص. هنا بقى العجينه بعد ما قعدت ساعه ونص استريحت. شايفين بسم الله ما شاء الله التخمير بتاعها عامل ازاي؟ جبت بقى رشه من الدقيق على الرخام عشان طبعا العجينه بتاعتي ما تلزقش معايا واعرف اشكلها براحتي. نزلت كده بالعجينه ماشي، وسويتها زي ما انتوا شايفين كده علشان اقطعها قطع كده زي بعضها دويه، كور تكون متساويه في الحجم زي ما انتوا شايفين كده، كلها قد بعضها مقاس واحد عشان كل قرصه او كل فطيره من الفطاير تكون نفس الحجم والتسويه تكون واحده. بدات بقى الم العجينه زي ما انتوا شايفين كده بكل سهوله جدا. اسهل من كده ما فيش، صدقيني يعني جربيها ومش هتندمي. شايفين؟ هنا بقى كنت بلم بقيه الفطاير كده، إيه زي ما بيقولوا كده بالبلدي، بتقرصي العجينه كده وبتلميها. جبت بقى هنا صاج مدهون من الزيت، إيه وكنت خلصت الفطاير بتاعتنا، فردت كده الفطاير بتاعتنا واحده جنب التانية، وبين كل واحده والتانية مسافه علشان لما اجي ابطط الفطاير بتاعتنا تبقى واخده راحتها كده في الصاج وما تبقاش لازقه في بعضها. وهنا بقى يا جماعه الاداه الوحيده اللي انا هستخدمها هي صباعي. إيه مش ببطط الفطيره بايديا ولا كلام من ده خالص. إيه هنا طبعا كنت غطيت العجينه تخمر شويه بتاع ربع ساعه كده تستريح مكان ايديا. وبعد كده بقى هنبططها بصباعي كده زي ما قلت لكم، بصباعين صباعين كده. فطير الفوكاشيا دي يا جماعه الميزه اللي فيها ان هي يعني ايه، ما بتعوزش تشكيل بقى ولا اتقان ولا كلام من ده خالص، لا بصباعك كده وجسيها كده زي ما انت بصي، ابسط من كده مفيش. لما بتسيبيها بتستريح معاكي شويه، بتيجي تفرديها بتتفرد بكل سهوله. شايفين ما شاء الله سهله جدا، وطراوه العجينه يعني ما شاء الله مهوداكي، مش ان هي بتلم معاكي ولا كلام من ده خالص، لا بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ إيه مش بتستخدميها بقى بادوات كتير ولا كلام من ده خالص، بصباعك كده. هنا بقى كنت جبت دهنه من زيت الزيتون، انت ما عندكيش زيت زيتون استعملي زيت عادي مش هيقولك لا برضو. انا عشان عندي زيت زيتون انا اصلا عجناه بزيت زيتون. إيه عجنه ربع كوبايه زيت دي كانت زيت زيتون، انا نسيت اقول لكم معلش. إيه دهنت الوش بزيت زيتون زي ما انتم شايفين كده، بيحمر العجين بتاعنا كويس جدا، وبيخلي الفطاير بتاعتنا لونها حلوة قوي قوي، بتاخد لون كويس من غير يعني مش لازم بقى بيض وحليب وكده، مش مستاهله يعني. وبعدين الوش بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين. عندي بقى زعتر سوري،
بصوا الفطاير دي بتبقى ريحتها رهيبه، هي اصلا ميزتها كده في ريحه الزعتر، بتبقى ماليه البيت كده. بسم الله ما شاء الله، بتبقى فظيعه. زعتر سوري بقى، ناعم خشن، اي زعتر عندك. الزعتر ده بصوا بيبقى ريحته عشبة رهيبة بصراحة، بتبقى ريحته مالية البيت بطريقة، وبتدي ريحة حلوة كده للفطاير بتاعتنا. مسكت بقى الفطاير بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، رشيت عليها واحدة واحدة كده. الخبز ده يا جماعة خبز ايطالي، او فطاير ايطالية تركية كده، يعني التراكوة والايطاليين ده الخبز الاساسي بتاعهم. انا حبيت اعمله كده من باب التغيير، بصراحة عجبتني شكلها وعجبني شكلها قوي قوي، وريحتها وبسم الله ما شاء الله كان طعمها تحفة، والله العظيم عايزة اقول لكم ان هي ما باتتش عندي. وده يا حبايبي شكل الفطار بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.